السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات عملته ازاي واللي عملنا فيها أول درس تصميم سوشيال ميديا وقلنا لك كل التفاصيل اللي اتعملت فيه، وتاني درس معانا كان عبارة عن صمنيل لليوتيوب وازاي ان احنا نطلع حاجة بروفيشنال، والدرس التالت شرحنا مع بعض ازاي نعمل غلاف للكتاب بتاعنا وش وظهر، وعرفنا المقاسات وعرفنا نسلمه للكلاينت RGB ولا CMYK. والنهارده ان شاء الله الدرس الرابع هنشرح فيه صمنيل ناس كتير طلبته مني، وهو الصمنيل ده في تفاصيل كتير، عملنا فيه حاجات كتير جدا، وانا ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هقول لك على التريكات والحاجات اللي اتعملت بيها الصمنيل ده. هنبدأ ان شاء الله على خير ويلا بينا. طبعا علشان نفتح التصميم بتاعنا زي ما احنا متعودين وعارفين، هنيجي على قائمة فايل ونيو او كنترول ان من الكيبورد على طول، ونعمل المقاسات. نتأكد هنا ان ده بيكسل، والعرض 1920 في 1080، والريزوليوشن دايما احنا بنشتغل عليه 150 عشان لو اتعمل زوم ان او اتعمل زوم اوت ما يبقاش فيه بكسلة. ونتأكد هنا طبعا ان ده بيكسل انش 8 بت RGB كولر، والباك جراوند الأساسية هنا بتبقى لون أبيض. لو عاوز تغيرها بتعملها زي ما أنت عاوز، بس طبعا الأبيض زي ما احنا متعودين ده اللي احنا بنشتغل عليه رسمي وأساسي دايما. وهنعمل كرييت. أول حاجة معانا احنا هنجيب الصورة بتاعة المستر. الصورة كانت كده يا شباب، تمام. طبعا هنيجي هنا من سيلكت نعمل سيلكت سبجكت. طبعا هو بياخد وقت عشان طول ما الصورة حجمها بيزيد كل ما المعالجة بتاخد وقت. فطبعا هنا عمل لي سيلكت على الكاركتر اللي معايا، فانا طبعا باجي زي ما عودناكم الت وزوم كده، نيجي على الحتت اللي هو ما جاش عليها، ومثلا ايه نقوم جايين واخدينها، اذا كان هو طلع بره ندخلها جوه، اذا كان هو دخل جوه قوي نطلعها بره. هنا مثلا كده. التفاصيل دي هي تبان لك انها مش بتبان، بس هي بتبان جدا، خد بالك. هنا مثلا خد من الجاكيت شوية البليزر ده كده مثلا. عايز اقول لك ان الجزء ده كله مش هيبان اصلا غير الحتة دي بس. هنا مثلا في الايد دخل، طلعه بره شوية. هنا برضو لازم تعمل زوم، ولازم تراجع ورا السيلكت سبجكت ده لانه مش بيجيب السيلكت او مش بيحدد بالظبط. هنا مثلا الدنيا مظبوطة. ماشي. هنا الحتة اللي عايزة تطلع بره شوية، والساعة معانا مظبوطة. هنا دخل شوية، لو خدت بالك هتلاقي هنا في أبيض تبع الجاكيت. طبعا احنا طلعنا قوي بره كده على خط مستقيم اهو، قسته بالساعة وبالإيد والكوع. وهنا طبعا مظبوطة، مش محتاجة حاجة، بس هنا من عند الجفن كده نطلع بره شوية، وهنا عند القورة برضه هنطلع بره شوية، وهنا. وكده يا سيدي احنا عملنا سيلكت محترم للكاركتر اللي معانا. كل اللي نعمله ان احنا نيجي هنا على الماسك ونعمل كليك يمين convert to smart object، علشان الكواليتي مهما زومت او مهما قللت يعني ما تبكسلش معايا، واقدر ان انا لو عملت عليها اي فلتر او اي تعديل اقدر ان انا ارجعه او اعدل فيه او اعمل فيه اي حاجه. فبعد هنا ما عملنا الصوره بتاعتنا وقصيناها، هنسحبها طبعا على الملف اللي احنا فتحناه في الاول ونصغره شويه، خليه مثلا في النص كده. كده بالظبط. طيب حلو قوي. ايه المفروض اعمله بعد ما حطيت الصورة؟ طبعا احنا لحد الان مش عارفين احنا هنشتغل على انهي باك جراوند، فانا اخترت الباك جراوند دي عبارة عن فورست اند تريز ميستيريوس، يعني حاجة تبع الغابة وكده، بس حاجة يعني شيقة او حاجة غامضة. طبعا هنجيبها تحت اللاير بتاعتنا هنا. والناس كتير هتسالني هتقولي طب انت جبت الباك جراوند دي ازاي؟ هقول لك يا سيدي انا كنت منزلها بس حصلت مشكله وكل حاجه اتمسحت. فانا ممكن تاخد الصوره وتطلع مثلا على شات جي بي تي،
وتحط له الصوره وتقول له اديني برومبت الصوره دي، فهيديك البرومبت بتاعك. كل اللي هتعمله انك هتعمل كنترول سي وتيجي على ايمج اف اكس، تعمل كنترول في وتحدد مثلا هنا يبقى 16 علامه 9 اللي هو يعني مقاس الصمنيل، ونعمل هنا انشاء ونستنى ان هو يطلع لنا حاجه كويسه. وخد بالك هي مش بتيجي من اول مره، هي بتيجي من مره والتانيه والتالته، وطبعا مش هيطلع حاجه زي اللي انا عاملها بالظبط، بس انا بقول لك على الطريقه والتكنيكال ان انت تمشي عليه عشان تولد حاجه كويسه. هو طلع لنا الحاجات دي، فمره مع التانيه مع التكرار هيطلع لك حاجه شبيهه باللي انا عاملها بالظبط. حلو تمام. طب احنا بعد ما حطينا الصوره بتاعتنا في الباك جراوند، اكتشفنا ان الالوان بتاعتنا لازم تبقى رايحه للون اللي هو الشيق، اللون الغامض اللي بيبقى فيه رمادي على زيتي اخضر غامق، ما يكونش فيه فواتح زي ما احنا شايفين كده، فرق 180 درجه ما بين الكاركتر وما بين الباك جراوند. فكل اللي هنعمله ان احنا هنيجي على الباك جراوند زي ما احنا متعودين، وقايل لك في الثلاث فيديوهات اللي فاتوا اي باك جراوند معايا، ناس كتير بتسالني على التاثير ده، بدخل على فلتر وبلور وراديال بلور، واعمله مثلا هنا 3 مثلا، وهو مناسب. يعني انا ممكن مثلا اقلله ل2 عشان انا عايز التفاصيل تبان شويه. طيب حلو قوي. ما بعد كده عودتك وفهمتك بنعمل تك على اللاير كده، وبنروح على قائمه فلتر والكاميرا رو فلتر. طبعا زي ما علمتك قبل كده بنيجي اول حاجه على افكت، طبعا انا هقول لك هنا قبل وبعد. هنيجي على افكت نزود التكتشر كده، والكلاريتي برضو نزودها كده بالظبط، والجهاز نقلله شويه، ونيجي هنا على الكلر نزود الاصفر حاجه بسيطه، ونيجي هنا ناحيه الاخضر عشان الباك لو خدت بالك فيها اخضر غامق واخضر فاتح كتير، والفيبرانس هنا نزوده حاجه بسيطه، والسيتويشن حاجه بسيطه، ونيجي هنا على اللايت نقلل الكونتراست شويه، ونزود الاكسبوجر والهايلايت نقلله حاجه بسيطه. تمام كده الصوره قبل بعد قبل بعد. بس انا طبعا انا كنت عامل البريسيت بتاع المستر ده كده بالظبط. تعالى برضو شوف احنا عملنا ايه. زي ما انا عملت اكسبوجر، كونتراست، هايلايت زي ما انا عملت، في الكلر زي ما انا عملت برضو، في الافكت تكتشر والكلاريتي زادوا، والفيجنيت ما جتش ناحيته والجرين ما جتش ناحيته. هنتك اوكي. وكده احنا عملنا الالوان مقاربه للباك جراوند شويه. طب انا ممكن اعمل حاجه تانية برضو تخليني اقرب من الباك جراوند، وهي ان انا باجي هنا على الادجستمنت لاير، واجي على الكالر بالانس واعمل كنترول الت جي، وهنا مثلا ممكن اسحب للسيان سيكا، وهنا للاخضر، وهنا للاصفر شويه او الازرق كده بالظبط عشان اللون الرمادي اللي ورا لو خدت بالك. كده الصوره قبل بعد قبل بعد. هي طبعا مش هتبان لك قوي هنا ان احنا عملنا تأثير، بس في الاخر صدقني كل ده بيبان. طيب احنا المفروض هنعمل ايه تاني؟ كل اللي هنعمله يا سيدي ان احنا هنيجي على الوش ونعمل ليرين زي ما احنا قلنا، دوج اند بيرن كيرف، نعمله واحد تاني نكرره، ونخلي واحد نسميه تفتيح، انا بكلمك بالبلدي والعامي خالص عشان تفهمني، وهنا مثلا ده تغميق. حلو. هنيجي هنا على التغميق نقلل، بعد كده نعمل كنترول اي، ونيجي هنا على التفتيح نفتح ونعمل كنترول اي. احنا بعد ما عملنا الكيرف الاتنين كيرف، الواحد اللي هو دوج اند بيرن، نيجي هنا على البراس زي ما علمتك، ونيجي هنا على الاوباستي كنا بنعملها 12، بس انا عايز اقول لك ان انت تعملها 15، والفلو هنا برضو تعمله 15، ونيجي هنا على الابيض بيظهر الاسود بيخفي، مش هقولها لك تاني. هنيجي هنا على مناطق التغميق ونمشي واحده واحده على المناطق الغامقه كده. اي منطقه غامقه عندي في الصوره هبدا ان انا امشي بيها بالبرش، وطبعا باجي على الشعر لانه غامق لازم ان انا اغمقه عشان الموضوع ما يبانش ان هو مش الطف حاجه. نيجي هنا على التجاعيد والحاجات دي عدي عليها برضو كده بالظبط. الحتت الغامقه دي
الدنيا سلسة وجميلة ومفيش حاجة صعبة والله، بس هي بس مع الاستمرارية والتكرار كلنا بنوصل لليفل كويس. وطبعا مفيش حد بيوصل لليفل عالي، كلنا ناقصنا حاجات عادي، مش مشكلة. نيجي هنا مثلا على الودن، نغمق شوية كده مثلا. التفاصيل بتفرق قوي هنا، الحتت الغامقة اللي في البليزر كده بالظبط. هنا مثلا عشان كل الموضوع يبقى ماتشنج مع بعض، صبعه هنا الحتت الغامقة كده بالظبط. شوف احنا بنمشي على الحتت الغامقة، انت بتلاحظ اصلا يعني. بص هقول لك قبل بعد، قبل بعد، لا فرقت طبعا. هنيجي هنا على التفتيح، على اماكن الفتحة هنا، هنمشي برضو بالبراش بتاعتنا كده بالظبط، كده اهو. كده حتت الفتحة بس، عينه مثلا كده. الريتاتش حاجة جميلة جدا، وبترسم الوش وبترسم حاجات كتير، وبتبان تفاصيل كتير قوي في الوش محدش بياخد باله منها غير لما بنخلص التصميم وبنعرضه على الكلاينت او اللي بيعمل سكرول مثلا بيشوفه. بص هنا مثلا قبل بعد، قبل بعد، الموضوع فرق قوي بصراحة، فرق. طيب ايه اللي هنعمله تاني؟ الفكرة برضو ان انا عشان ارسم التصميم بتاعي بقدر ان انا اجيب البرش، قصدي اعمل لاير جديدة، ونيجي هنا على الجريدينتس، نتأكد من فوق انها معمولة من الاسود للشفاف. طبعا نخليها هنا لونها اسود، وبنتك شيفت نطلع من تحت كده لفوق كده. بص قبل بعد، قبل بعد، الموضوع فرق طبعا. طيب انا المفروض اعمل ايه تاني؟ طبعا هنا التصميم كان فيه اللي هي عين القرصان، وناس برضه هتقول لي طب انت عين القرصان دي انت جبتها منين؟ هقول لك يا سيدي، دخلت على جوجل عادي، ودخلت على الترجمة طبعا لو انت ضعيف في الانجليش، وكتبت مثلا ايه عين القراصنة. طبعا هنقفل هنا الفي بي ان عشان مش محتاجينه. نكتب هنا مثلا عين القراصنة، نعمل بايرتس A، نيجي هنا نعمل كوبي، نعمله بي اس دي طبعا بريميوم، ونبدأ بقى يا سيدي مع الحاجات اللي هو هيديها لنا. نبدأ بقى ان احنا ندور على الحاجة اللي احنا محتاجينها، وطبعا بعد ما تدور كتير على الموقع هيظهر لك حاجات كويسة زي اللي انا جبتها بالظبط. خليها بي اس دي، لو نزلنا تحت كده هيظهر معانا حاجات كتير، بس الحاجات دي محتاجة انك تدور وتروح وتيجي وتديها ريفرنس والكلام ده كله. فبعد ما قعدت ساعة ادور عليها، ظهر لي في الاخر العين دي. هي كان لونها اسود بصراحة، انا مغيرتش فيها لون، فطبعا هسحبها معايا في التصميم، وهنيجي نعملها كليبنج ماسك جوه مستر محمد عبد الجواد. ونعملها كده، عايزين نظبطها على العين الشمال اللي هو غامس بيها دي، بحيث انها تبقى ماتشنج اكتر. نيجي هنا على العين، نصغرها شوية كده بالظبط، ممكن نصغرها اكتر بحيث انها تبقى متبقاش اوفر قوي، وتبقى على قد العين كده مثلا. طيب حلو. انا ليه عملتها كليبنج ماسك؟ عشان لو ما عملتهاش كليبنج ماسك هتلاقي الحاجات كلها تحس انها طالعه كده رايحه شمال، يعني دي تحس ان هو لففها على دماغه او اخرها مثلا ورا ودانه، فمحدش ملاحظ قوي ايه اللي معمول. ممكن مثلا ننزلها كده شويه وكده، حلو قوي. طيب ايه اللي المفروض اعمله تاني؟ هنيجي هنا تحت العين بتاعه القرصان،
هنعمل لير جديدة ونيجي على البراش نتأكد انها 100، نرجعها تاني 100 والفلو 100، ونيجي هنا من تحتها نعدي بالبراش السودا كده بحيث انها تكون عاملة شادو، تكون واقعية وشكلها كويس كده بالظبط. بص يا سيدي، قبل بعد، موضوع فرق قوي 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 فوق ما تتخيل. وانت ممكن هنا تيجي برضو عليها وممكن نضيف شادو تاني، بس كده اعتقد الشادو ممتاز مش محتاج فيه حاجة خالص. فاحنا كل اللي نعمله ان احنا نعمل كنترول جي عشان نقرر نطلعها فوق كده. طبعا دول طلعوا، عايزين ندخلهم تاني ونجيبها بره كده ونطيرها كأنها في اف اكس ونعمل لها موشن بلور، حاجة بسيطة كده بالظبط. نسحب واحدة تانية نخليها تحت، نعمل لها فليب هوريزونتال، نخليها مثلا كده. طيب حلو قوي. ايه اللي المفروض نعمله تاني؟ هنا بقى يا سيدي هنقف عند حتة اللايت والتكست. فانا عشان اعمل التكست بطريقة برضو تكون مواكبة لحتة الغابة والكلام ده كله، فانا قمت جاي كاتب مثلا هنا عنوان الدرس بتاعنا التحليل الكيفي. حلو قوي. طبعا الفونت ده فونت بسيط جدا، فانا دخلت عندي على الفونتات، قعدت ادور بقى على ايه الفونت اللي يناسب معايا شكل الديزاين ده، واروح واجي، وقعدت فيه يجي 10 دقايق لحد ما اخترت الفونت المناسب. فطبعا انا بعيشك معايا اللي هو وانا شغال بعمل ايه. فانا لما جيت استقريت على الفونت ده اللي هو بيوتي ويزر بولد، وده موجود على عرب فونت وموقع الفونت، وموجود على مواقع كتير يعني. فانا استقريت على الفونت ده فقلت ان انا اعمله لون ابيض، واعمل اللي تحت برضو نفس الفونت بيوتي ويزر بولد، نطلع نجيبه من الريسنت. واتأكدت الاتنين في وزن بعض من حيث الشكل ومن حيث المسافة ما بين الكلام. فطبعا انا دي مش عجباني كده لوحدها، فقمت جاي عامل من قائمة البلندنج اوبشنز، تكيت عليها كده، وبعدين دخلت على الدروب شادو وقلت ان انا عايز اختار لون من الوان الباك جراوند، فاخترت اللون ده، قللتها طبعا كده شويه، جبتها سحبتها انها تكون شمال فوق، وعملت نفس اللي زودتها تحت، وزودت الديستانس بتاعها حاجه بسيطه. وبعد كده جيت على الكولر عملت كنترول سي عشان اخد الكود بتاع اللون، وجيت هنا على الستروك وعملت كنترول في وخليت الستروك 4%، وعملت اوكي. كنت جاي واخد هنا تكة كليك يمين كوبي لاير ستايل، وجيت على الجملة التانية أو الكلمة التانية عملت بيست لاير ستايل. حلو، جميل جدا. طب أنا مثلا عايز أعمل تكست غير حتة البراش اللي احنا عملناها قبل كده والكلام ده كله. هقول لك يا سيدي إن أنت، أنا مثلا لما جيت عملت خدت حاجة اسمها سترايبد باترن، تعالى نبحث عنها مع بعض. سترايبد باترن، خليتها هنا فوتو، ممكن نخليها هنا وايد اللي هي الخطوط دي. فانا طبعا قابلني حاجات كتير قوي، فنزلت اي شكل انا محتاجه بس يكون سيمبل وهادي ومفيهوش لعب كتير. ووصلت ان انا خدت الصورة دي وحطيتها فوق اللاير بتاع التحليل، وعملت لها كنترول الت جي، ودخلت جوه في التصميم معايا، فقللت الاوباسيتي بتاعتها شوية عشان يبان ان في تكست جوه شكله كويس. طيب حلو، عملت ايه تاني؟ جيت هنا على تحت كلمة التحليل والكيفي والصورة اللي انا حطيتها جوه كلمة التحليل، وقمت جاي عامل ريكتانجل من هنا بحيث ان الحتة دي ما يبانش ان في حاجة وراها، لا انا عايزها كلها نفس اللون. وقمت جاي عاملها بالكود اللي انا كنت عامله كده بالظبط. طيب حلو قوي، احنا ممكن نكبرها شوية كده بالظبط. وطبعا كان في سلوجان كمان لازم اكتبه،
بس انا لسه ما كتبتوش، فقمت جاي عامل نفس الفونت بتاعي، كاتب الباب. طبعا هخليه لون ابيض، واختار نفس الفونت اللي انا عملت بيه الكلام التاني. ممكن اعمل هنا كنترول ت او كنترول جي عشان يبقى في مسافة، واعمل هنا اكبرها كده بالظبط، اطلع فوق شوية. طبعا الباب ده كان الباب التاني مش الاول. ممكن اخلي اللون مثلا زي كده، واصغرها على قد المسافة اللي انا عملتها ما بين الب والالف، بحيث انها برضو تكون باينة وظاهرة بشكل كويس. ممكن برضو اخد كنترول جي من الريكتانجل دي واجيبها تحت كلمة الباب الاول، واظبطها على المساحة بتاعته بحيث انها برضو تدي شكل. قلت بقى عشان ابين ان دي كيمياء وبتاع، انتوا عارفين المدرسين بيحبوا ان هم يظهروا نفسهم قوي، اسمهم تخصص وكده، كتبت هنا كيمياء ثانوية عامة. قمت جاي مغير اللون بتاعها للون الابيض كده بالظبط. وكده انا عملت كونتراست ما بين الباك جراوند والكاركتر اللي معايا والفونتات بالكلام بالسلوجان وكل حاجه. طب انا فاضل ايه معايا؟ فاضل ان انا عايز ارمي لايت، انا عايز ادي يعني ايه حته كده كرييتيف شويه. كل اللي انا عملته ان انا جيت على الاير دروب، جيت اتكيت الت وخدت اللون ده، وجيت في الاول خالص عملت برش لاير جديده عشان اعمل برش، وجيت هنا على البرش وكبرتها شويه عن طريق الدال بتكبر، الجيم بتصغر، ورميت واحدة كده. قمت جاي من هنا عاملها سكرين مش كلر دوتش كده بالظبط. قمت جاي اعمل لها دوبليكيت وحاطط واحدة هنا كمان. طيب في حاجة في التصميم اللي فات انا ما قلتلكش عليها، اللي هي المربعات اللي ورا دي. المربعات دي انت لو دخلت على فري باك وكتبت له جريد لاينز هيطلع لك نفس الحاجة بالظبط. وهي طبعا بتدي شكل جمالي جدا في التصميم. فهنجيبها اخر لير ورا الكاركتر ورا كل حاجة، ونكبرها شوية كده بالظبط. طيب تمام كده احنا عملنا كل حاجة. فاضل ايه؟ فاضل طبعا الحاجات اللي احنا بنحطها، اللي هي اللوجوهات والكلام ده كله كده بالظبط. هنطلعها فوق بقى خالص عشان تبقى ظاهرة كده. تمام. طب انا ايه المفروض اعمله تاني؟ طبعا احنا ما عادش فاضل لنا حاجة في الديزاين ده غير ان احنا ناخد التلوين اللي اتعمل بيه التصميم في الاخر. فانا هاخد هنا الملف، انا هنا عايز اخلي دي نفس الشكل اللي على العين كده بالظبط زي ما احنا عملنا التصميم اللي فات. ونيجي على التانية هنا ونكبرها شوية. عسل اوي كده. تمام. طب انا عشان الون في الاخر واظبط دنيتي واظبط الكلام كله هعمل ايه؟ بمجرد انك بتتك على اخر لير وتعمل كنترول الت شيفت اي بيجمع لك كله في لير واحد، بحيث ان انت تعدل اي الوان وتعدل اي حاجه انت محتاجها. فهنيجي هنا نعمل كليك يمين، نعملها كونفرت تو سمارت اوبجكت، وطبعا ندخل على الكاميرا رو فلتر. بس سرق مني عامل الفلتر، فانا هقوم جاي ساحبها عليها كده. وطبعا ده التصميم قبل بعد. طب احنا عملنا ايه في الكاميرا رو فلتر عشان نطلع التصميم بالكواليتي دي في الاخر؟ هقول لك ان احنا جينا على اول حاجه الافكت، زودنا تيكتشر، زودنا كلاريتي، الجهاز زودناه، الفيجنيت اللي هو الحواف السوداء من الاطراف بتبقى جايه زوم ان كده، يعني بتبقى زوم ان من بره لجوه. والجرين ما جيناش ناحيته، جينا على الكرر ما جيناش ناحيته برده. اللايت عملنا اكسبوجر حاجه بسيطه، الكونتراست حاجه بسيطه، قللنا هايلايت، قللنا الحتت البيضه، والشادو زودناه، والوايت زودناه برده، والبلاكس زودناه. ويا سيدي احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده.
والحقيقة هي التصميم يبان لك إن هو بسيط، بس هو فيه كام تريكاية كده هو اللي خلاه يبقى تصميم كويس جدًا وناس كتير تطلبه. أتمنى إن يكون الفيديو ده عجبك، وعايزك تستناني إن شاء الله في الفيديو الجاي من سلسلة فيديوهات عملته إزاي. سلام.